سلام البنات، كديرين؟ لاباس عليكم؟ بخير البنات. اليوم غنوريكم كيفاش ديروا الطاجين اول مره من بعد ما كتشريو. شفتوا هاد الطاجين انا يلاه شريته باقي جديد. البنات بالنسبه للطاجين اول حاجه كتختاروا نتوما على حسب الحجم اللي بغيتو. انا خديت هذا متوسط. اول حاجه اللي غنديروا ليها البنات غادي ندهنوه بالزيت. كخطوه اولى غندهنوه بالزيت. وفي هذا الفيديو نيت غنقول لكم كيفاش تحافظوا على الطاجين لمده طويله ما يطرطقش ليكم. بالنسبه للبنات غناخذ الزيت والشيته وغندهنوا هاد الحديدات كاملين بالزيت، كاملين اول مره ندهنوهم بالزيت ضروري البنات، وندهنوا الطاجين حتى هو. المهم كي شفتوا خديت الزيت غنبدا ندهن هاد الحديدات، ندهنوهم شويه بشويه، ما نخليو حتى شي بلاصه البنات ما نخليوها ما يقيسهاش الزيت. ضروري كلشي نزيتوه على ود ملي غنديروا الطاجين في الماء باش ما يتصداش لينا. بالنسبه للطاجين البنات خذوه عند شي حد اللي كيكون ثقه، كيكون يجيب الطين زوين. لينا بعد المرات كناخذوا شي طاجين يا لطيف في الاستعمال الاول الثاني كيطرطق، واخا مثلا ما تنديروش فيه الماء بارد اولا كنحطوه ملي كيكون سخون عليه شي حاجه بارده كيطرطق، كيكون اصلا الطين ديالو عيان. فنحاولوا ناخذوا الطين من عند شي حد اللي كنكونوا نعرفوه ويكون عنده الطين مزيان. كنقلبوه كتبقاو تخبطوا. اول حاجه كتضربوا الطاجين ملي كتسمعوا الصوت ديال الطاجين كي كنقولوا كيطنطن، هذاك راه هو الطاجين مزيان كيطنطن. المهم هذا هو المصطلح اللي صحيح. البنات نستمر هاد الحديدات كاملين ندهنوهم، قلت لكم ما نخلي فيهم حتى شي بلاصه باش ما يتصدى لينا الطاجين. كيبقاو هما كيدوموا مده طويله. انا اختاريت هاد الطاجين اللي عنده هاد الفريش هكا لتحت باش كيلقى عليه النار، وعنده كذلك الايدين كيبقى عملي نصيبو منين نهزوه بعدا.